انا ماشي ضحيه، انا كنت مشروع موت كيتخدم بشويه بشويه. هادشي كامل بدا من اقرب وحده لقلبي، صاحبتي. كانت العلاقه زوينه وانا ما على بالي حتى دخل السحر الاسود لحياتي. التوكال مخدوم مرشوش ومرمد باش هي تهنى وانا نتعذب ببطء. نهار بعد نهار صحتي طاحت، عقلي مشى، عويناتي ما كيشوفوا غير اللي ما كاينش. خيانه، طلاسم، دجاج مدفون وعطر مسموم. ودخلت عالم الظلام، الرقية، المواجهات والانفجارات النفسية. ولكن ماشي غير البنت، راه كان وراها شبكة ديال الشعوذة، عائلة بأكملها كتخدم في المسكوت عام. منين قررت نفضحهم وليت هدف، والمعركة ولات بيني وبينهم، أنا والإيمان ديالي ضدهم والسحر اللي بغا يقتلني. ما تزبيش، راه كتسناك رحلة فيها أكشن نفسي وجسدي، رعب حقيقي خارج من الواقع، وخيانة من أقرب الناس، وأخيرا شفاء. كان معجزة وسط العذاب. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، لي كومونتير، ومرحبا بكم في القصة ديال هاد اليوم. انا ياسر، شاب عادي من حي شعبي. خدمت، قريت، وعشت حياتي بحال اي واحد، حتى دخلت حياتي واحد البنت سميتها سميرة. كانت كتظهر طيبة حنينة وديما كتسول عليا. داز شهور وحنا مجموعين، وقلت علاش لا، يمكن تكون مراتي المستقبل. ولكن كنت غلط وهو بزاف. منين قربنا للعام ديال العلاقة بدات حياتي كتبدل. ما بقيتش كنفيق ناشط، كرشي كتوجعني بلا سبب، كنحس براسي ثقيل، نعاس ما كيدخلش لعيني، وكل مرة كنحس بحال شي حاجة داخليا كتشدني وكتخنقني. ما مشيش للطبيب اول مره، قلت يكون ستريس، الخدمه، المشاكل، ولكن الحال كيزيد. نهار خرجت مع سميره وتغديت عندها، في ليلتي مرضت مرضى خايبه، تقييت، سخانه، وكرشي كضرب بحال الطبل. مشيت للطبيب، داروا لي تحاليل، قالوا لي ما عندك والو، كلشي نورمال. ولكن انا كنت كنموت شويه بشويه. ام ديالي الله يخليها ليا شكات، مشات عند فخيه كبير في المنطقه، فاش قرا عليا تصدم. ولدك ما مريضش، ولدك موكل، هذا توكال معمول بسحر اسود. فاش سمعت الكلمه ضرب الصدم. ويلي، توكال منين وكيفاش يجيني؟ ما جا في بالي حتى واحد، حتى طاحت كلمه من فم الفقيه بلا ما نقولو حتى حاجه. قال لي البنت اللي معاك فيها ريحه خايبه. كدبت راسي، ولكن قلبي بدا يخاف. مشيت كنفتش، لقيت عطر مدسوس في السبرديله ديالي، الصور مفوفين في حجاب، والطرف ديال الدجاجه مدفون في حدا الدار. هنا تاكدت. سميره اللي كنت ناوي نكمل حياتي معها كانت كتمرضني بشويه بشويه باش نولي ضعيف، تابعها وما نقدرش نبعد عليها. بديت رحلة العلاج مع الرقية الشرعية. دموعي ما حبساتش، ولكن الحمد لله رجعت نفيق، رجعت ناكل، وجهي رجع فيه الدم. السميرة منين واجهتها درت فيها بريئة، وقالت لي انا مستحيل، هادشي كيديروه غير الناس الحاسدين. ومن بعد ايام سمعت انها درت نفس الشيء مع واحد اخر، ولكن هاد المرة تشدات. انا علمت راسي الدرس، ما بقيتش كنفتح قلبي بسرعة ولا كنصدق المظاهر. كما كتعرفوا السحر راه كاين وكيجي من اقرب الناس، ولو التوكال يقدر يدمرك بلا ما يبان، خاصك تكون غير واعي. والرقية الشرعية والرجوع لله كيرجعوا الروح للجسد. الا كنت كتقرا هاد القصة وكتحس براسك مريض بلا سبب، ما تسناش، سارع وقلب على السبب الحقيقي. انا ياسر، وهكذا كانت قصتي مع السحر الاسود والتوكال والخيانه. وحده كنت كنتسنى تكون مرتي، ولقيت فيها الهلاك. منين بدات الرقيه حسيت براسي كنغوت بلا اراده، بحال شي صوت ماشي ديالي، بحال شي كائن خبيث ساكن فيا. الفقيه قالها لي كلمات واضحه: راك مسحور بسحر التوكال، فيه اكل وفيه تابع، ومخدوم بسحر المحبه والسيطره.
كل مره كيقرا عليا كنحس سخونيه في كرشي والجسم ديالي كيتلوى، وكانت الريحه ديال شي حاجه خانسه كتخرج من فمي. 3 ايام ديال الرقيه وانا بين الحياه والموت. تقيت واحد المره ما نساهاش، ما كحل وفيه ريحه لا تطاق. الفقيه قال لي الحمد لله راه السحر بدا كيتفكك، ولكن خاصك تهلا في راسك وتبعد من اللي كان السبب. انا قررت نواجهها، مشيت لسميره هاد المره بعينين ماشي ديال الحب ولكن ديال الشك. قلت ليها راه تبين كلشي. الفقيه قال الرقيه فضحات والسحر بدا يخرج، علاش درتيها؟ ابتسمات ولكن كانت ابتسامه فيها غموض. انا درتو باش تبقى ديالي، حيت كنت كنشوف فيك كتشوف في بنات اخرين وكنت خفت من خسرك. جاوبتني بحنان بلا ندم وخرجت جمله من فمها، وماشي انا اللي خدمته، عمتي هي اللي دارتو ليا. هنا وقفت الدنيا عند هاد الكلمه، عمتها. بديت نفهم سميره ما كانش غير اداه، اللي وراها كانت عائله كامله خدامه بالشعوذه. عمتها مشهوره في حومها في الخفاء، كتخدم الطلاسم وتشوف المستقبل، وكتربي بنات العائله باش يستعملوا السحر في العلاقات. خديت القرار الصعيب، قطعت العلاقه وبلغت الفقيه باش يعاون ضحايا اخرين. اما سميره سمعنا من بعد انها مرضى خايبه، بدات كتحلم بكوابيس وكتشوف خيالات في الليل. وقيله رجع ليها السحر اللي خدمته، ولا دعوه ديال شي مظلوم جاتها من جهه اخرى. انا تعافيت ولكن ما نسيتش. ماشي كل واحد زوين طيب، كاين اللي كيضحك لك في وجهك وكيجرى السم في كتافك. السحر يقدر يجيك من علاقة حب، من صديقة، من جارة، خاصك تكون واعي. والرقية الحقيقية كترجع الروح، ولكن خاصك تحت الإرادة ديالك والقلب اللي عامر بالإيمان. أنا اللي كنت ضحية، قررت اليوم نكون صاحب الحق، ماشي باش ننتقم بالسحر لا، ولكن باش نفضح الظلم ونبين للناس الوجه الحقيقي ديالها. منين وليت شويه بخير خديت قرار ماشي سهل نواجه عمة سميرة، ولكن ماشي وجها لوجه، خدمتها من الداخل. عرفت ان عمة سميرة كتخدم من دارها والناس كيجيو عندها في الليل، كتسد الباب وكتشعل الشموع وكتخدم مع وحده كتسمى لاله رقية، مرأة مسنة كتعرف بزاف ديال الطلاسم. جبت معايا واحد صاحبي مخبي كاميرا صغيرة ودخلنا عندها على اساس انني باغي نرجع وحده خلاتني. دخلت علينا لابسه قفطان كحل وشعرها مربوط بحال الساحرات. قالت لي اها ولدي عطيني سميتها وسميت الام ديالها ونخدم لك الحاجه السهله. صاحبي كيصور وانا كنسول باش نطلع منها معلومات. قالت لي بكل فخر هادشي اللي درت لسميرة خلات وليد بحال البهيمه كيتبعها حتى بغا يطيح ليها في رجليها. هنا تاكدت ان كل شيء من تخطيطها. ومن بعد ما خرجنا مشيت عند واحد الصحفي معروف في المنطقه وعطيته الفيديو وقلت ليه خدم خدمتك. ما دازوش يومين وانفجرت القنبله في الفيسبوك. الفيديو طلع والناس كلهم كيهضروا الساحره كتخدم التوكا لولاد الناس، عمة سميرة نصابه اللي كانت كتمرض بنات الناس وكتستغل السذاجه ديالهم في البوليس. وجاءت المفاجاه الكبيره، دخلت برجليها البوليس شدات هي ولاله رقيه بتهمه الشعوذه والنصب. سميرة منين شافت الخبر رسلت لي ميساج فيه غير دمرتيني الله ياخذ فيك الحق. ضحكت وقلت بيني وبين راسي انا ما درت غير الحق، دمرتي حياتي ولكن ربي رجعها ليا. الانتقام الحقيقي هو فتح الظالم بالحقيقه ماشي بالرد بالشر. كاميرا صغيره، اراده قويه، وفتحات سنين ديال الشعوذه. اللي دار في عباد الله غادي يوصلوا عليه كيف ما طال الزمان. هذه هي القصة ديالي، ما تنساوش أكدوا الحضور ديالكم بجيم وكومنتير، ومرحبا بكم. نتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله.